نيجي بقى للدفعه الايه، ليفل الوحش، ثالثه ثانوي. دفعه الايه، الغم والهم بتوع كل سنه، اللي كل سنه بنقعد ننصح فيهم اول السنه في شهر 9 وفي شهر 8، ونقعد ننصح فيهم ونتكلم معاهم بالراحه. هم بسم الله ما شاء الله ووشهم بيقلب دباديب وحاضر ونعم وهنبقى حلوين، وش الولاد يقلبوا اسود وعضلات واحنا خلاص هنقفل السنه. يجوا في نص السنه في شهر واحد، يجوا في شهر 12 واحد كده يروحوا واقعين. ليه؟ لان ما بداوش السنه صح. طالب ثالثه ثانوي اهم حاجه في كل حاجه انك تبدا ثالثه ثانوي جاهز نفسيا وذهنيا، لان انت داخل على سنه. انا لازم اخرج من السنه دي بتحدي نفسي اولا، ان اكون متحدي نفسي ان انا اخلص السنه ديت. يعني حرفيا انا في ليفل وحش، فلازم اكون قد ليفل الوحش. ما تعتمدش بس ان انا بروح الدروس وهاجي من الدروس، بروح الدروس وهاجي من الدروس، او بروح مدرسه، او هالك نفسي بره في اللف على الاماكن اللي هي بتحصل منها تعليم او بتحصل منها علم، وفي نفس الوقت ما ذاكرش. لا، انت هتؤجر او ربنا هي يعني هيديك لما انت تذاكر وتتعب. التعب مش تعب مشوار المدرسه او مشوار الدرس اللي انت بتروح مشي او بتجي مشي او بتكوع فيه فلوس. لا، التعب هو ان انت بتذاكر، بتعرف انت عليك ايه ومش عليك ايه. ثالثه ثانوي كنت انا اتكلمت عليها في كذا فيديو قبل كده، فانا هتكلم عليها باختصار بس عشان ما نكترش على الناس، لان انا عارف الدفعات كل ما دفعه جديده بتيجي كل ما هي ايه، ما بتحبش تطول، عايزه المعلومه جاهزه، وفي الاخر بياخدوا على قفاهم. ما علينا. فانت كطالب ثالثه ثانوي عندك اول فتره من اول شهر 8 او شهر 9 على حسب ما تبدا منهجك. الفتره دي انت بتبقى تايه، مش عارف تعمل ايه، اللي هو انا بلف وادور حوالين نفسي. انا بجرب الماده ديت مع المدرس ده او الشرح ده، وبعدين كلمه حتى لو هيبقى في مثلا اونلاين كتير، فانت بتتابع كذا حد اونلاين علشان تشوف انا هبدا احصل المعلومه منين كويسه. هتبدا تتشتت. فلو انت وقعت في تشتت في الفتره ديت، ده غلط. فلازم في الفتره دي تكون انت لامم اوراقك زي ما بيقولوا، ومركز انت هتعمل ايه وهتكمل مع مين وهتمشي ازاي وهتجيب معلوماتك ازاي وهتطبق عليها ازاي. هتلاقي على فكره ان كل العالم تحت خدمتك في الفتره دي. انت معاك انترنت، معاك مدرسين مدرسه، معاك مدرسين بره المدرسه، معاك كتب خارجيه، معاك اي حد تقدر تساله في اي حاجه واقف قدام منك ويترد عليك. في واحد ما ردش الثاني يرد. دي في اول فتره. ثاني فتره بقى فتره النوم. الفتره ديت بتترتب على الفتره اللي قبلها. لو انت كنت في الفتره الاولانيه ديت من ثالثه ثانوي كنت انت فيها ماشي منتظم مع نفسك وفايق، هتيجي في الفتره اللي في النص ديت هتبقى انت كويس. لكن لو كنت في الفتره ديت مقضيها مشاوير يمين وشمال وانا تعبان من الدروس وهنا وهناك، هيجي لك بقى ايه، مرحله خمول، نوم، انا مش عارف حاجه في المناهج، مش عارف حاجه في الدنيا، انا هسقط ثالثه ثانوي. وبتسلم امرك، مع ان انت في كل يوم في ثالثه ثانوي تقدر تحصل. على راي مدرس ربنا يعني يديه طول العمر ويبارك له، كان على ايامنا كان يقول لنا ايه، كنا في ثالثه ثانوي كان يجي يقول لك انت السنه دي يعني مثلا في اول شهر 8 اهو، انت لو ذاكرت من دلوقتي صح هتقفل هتجيب 100% في اخر السنه. نخش مثلا بعد كده على شهر 10 ولا حاجه او شهر 9 ونص 9 كده اول 10 يقول لك انت لو بدات مذاكره ما ذاكرتش قبل كده وبدات تذاكر من دلوقتي هتجيب من 95 ل 100%. يجي بعد كده في شهر 12 شهر 1 يقول لك انت لو ما ذاكرتش خالص وذاكرت دلوقتي هتبدا ان انت تحسن في ال 90 وانت طالع. يجي بقى بعد كده يقول لك انت تبدا بقى تحسن مستواك ان انت تلحق حاجه. فبالله عليكم ما تسيبوش نفسكم لان انتوا تترموا للمرحله الثالثه من الثانويه العامه اللي هي مرحله تقفيل المواد والمراجعه والامتحانات. اصل المرحله ديت الثالثه ديت بتطير. يعني المرحله الاولى انت ممكن يعني تحس بوقتها شويه، المرحله الثانيه هتلاقيها بدات تجري، المرحله الثالثه انت شهر واحد انت هتعمل كده، الثالثه شهر خمسه شهر سته داخل على الامتحانات. المرحله ديت بتطير. فانت لازم تكون واعي جدا في الفتره ديت وتعرف اوراقك عامله ازاي، وتعرف انت في كل ماده انا نسبتي فيها ايه. تحل كتير، ذاكر كتير، من الاخر اعمل اللي عليك. فكل ما هتعمل اللي عليك كل ما هيكون ده في ميزان درجاتك اللي ربنا اكيد مش هيخذلك بعد التعب اللي انت ايه، اللي انت هتكون تعبته. فيعني لله كده حاولوا ان انتوا تكونوا قد نفسكم. ودي فرصه كويسه جدا جدا لكل طالب داخل ثانويه عامه ان هو يبدا يبني عقله ويبني نفسه ويبني كيانه. انت شوف نفسك عايز تبقى ايه قدام، اجري الحلم، اجري الحلم واسعى له. حتى لو جيت بعدين ما وصلتش الحاجه اللي انت عايزها صدقني هتلاقي نفسك موجود في مكان ربنا هو موديك ليه. وبرضه يعني الحمد لله الواحد بيقعد يستمع لناس اكبر منه انه يتعلم منهم. انا شفت واحد او اعرف واحد او اعرفه الفتره ديت كمان، الشخص ده يعني يعتبر موجود في مكان غير المكان اللي هو كان عايز يكون فيه. الشخص ده كبير في السن. الشخص ده على ضرايب حاجات كتير جدا اتعلمها في فتره في حياته علشان تخدمه في مجال معين كان عايز يكمل فيه.
هو موجود في مجال تاني دلوقتي، هو حرفيا احسن واحد في المجال التاني ده، احسن واحد في مجاله، والحاجات اللي اتعلمها دي كلها خدماته في مجاله ده في ان هو يكون التوب. فهو ده كان مكانه اصلا، يعني هو ربنا اهله ان هو يوصل للمكان ده، بس هو كان باص لمكان تاني، بس هو كان مكانه هنا. فانت ما تزعلش، انت هتوصل للاحسن طول ما انت بتسعى للاحسن. لكن طول ما انت قاعد مكانك، انا مستني ده يجي او مستني ده يحصل او مستني اجيب قلم جديد عشان اذاكر، لا الكراسه دي مش عاجباني، اصل الكتاب دوت مش اللي مع زمايلي، اصل الكتاب ده قديم، ده الموقع دوت ما بيقولش كلام جديد، ده مش عارف ايه، دي كلها حجج من عقلك علشان يوقفك وما تذاكرش. فبالله، يعني انا بستحلفكم بالله، كل واحد بيسمعني دلوقتي كون قد نفسك، وخلي اهلك يتشرفوا بيك، لان اهلك تعبانين معاك. انا مش هتكلم اكتر من كده، وشكرا لو انت سمعتوا لغايه هنا، وان شاء الله ده فيديو تاني. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتسيب كومنت لو عايز تسال في اي حاجه، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد ان شاء الله.